السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع رشيد. طبعا زي ما انتم شفتوا من عنوان الحلقة، النهارده ان شاء الله مش هيكون في لعبة، بس ان شاء الله النهارده هعلن عن اول جيف اواي في القناة. في البداية قبل ما نتكلم في اي حاجة، صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما ننساش هدية حلقة النهارده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. وهدية النهارده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما روي في صحيح البخاري عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: يا عبد الله بن قيس، الا ادلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. فما ننساش نفسنا من الفضل العظيم ده، ونحاول بقدر الإمكان نقول الذكر ده كل يوم على قد ما نقدر. ودي كانت هدية النهاردة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ويلا بينا من غير ما نطول عليكم نبدأ في موضوع حلقة النهاردة، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. صل على محمد 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 صل على محمد. في البداية بشكر ربنا عز وجل، ثم بشكركم على تفاعلكم وتشجيعكم ليا في الحلقات اللي فاتت. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين المشاهدات على الفيديوهات اللي نزلت على القناة في الوقت القصير ده، والاشتراكات ودعمكم بالنسبة للوقت اللي نزل فيه الفيديوهات، وبالنسبة برضه ان الواحد ما بيعملش دعاية كتير وكده، فجهدكم مشكور. يعني حابب اشكركم واشكر دعمكم. ان شاء الله باذن الله تفضلوا كده مع الواحد لغاية ما القناة تكبر بيكم. طبعا الجيف اواي اللي هتكلم عليها كمان شوية صحيح ممكن تكون بسيطة شوية، بس ان شاء الله مع استمرار دعمكم وكل ما القناة تكبر كل ما يبقى فيه جيف اواي احسن على هدايا قيمة اعلى واحسن. وبشكركم على الكومنتات اللي زي ما انتم شايفينها على الشاشه كده، الكومنتات اللي فيها تشجيع، فعايز اقول لكم جزاكم الله خيرا وشكرا جزيلا لكل واحد بيدعي الوالد بالرحمه لما بيسمعني بيقول لي ادعوا الوالد بالرحمه والمغفره، وكل واحد بيصلي على النبي لما اقول له صلي على النبي عليه الصلاه والسلام، او كل واحد بيستفيد من الهدايا اللي بتبقى في الاول او فقره هل تعلم في الاخر. ان شاء الله باذن الله القناه تكون حلوه وتكبر بيكم وتنتفعوا بيها وانا انتفع كمان. مش عارف اقول لكم ايه، ما اعرفش انا اتكلم في الحاجات اللي زي دي. النهارده ان شاء الله زي ما شفت في الصوره بتاع الفيديو هيبقى عندنا اول جيف اواي في القناه. ان شاء الله باذن الله هيبقى في جيف اواي على السماعه دي. هوريكم صورة العلبة بتاعتها برضو، اخفف الاضاءة شوية ان شاء الله تكون ظاهرة عندكم. طبعا عندكم هتبقى الكلام طالع بالشقلوب عشان الكاميرا، هحط لكم الصورة بتاعتها هنا ان شاء الله علشان تبقى ظاهرة عندكم كويس. المهم هي السماعة جميلة وكويسة يعني، وليها سوفت وير على التليفون اوريه لكم. زي ما انتم شايفين ده التطبيق بتاعها على التليفون. انت عاوز تعمل تسجيل دخول ولا حاجه بتعمل، وبعد كده لو مش عايز تعمل بتخش وضع الزائر. ثانيه واحده نعمل لها كونكت. السماعه كويسه يعني، ليها زي ما انتم شايفين السيستم بتاعها اهوت، بتربطها بعد ما بتربطها بتخش هنا عندك ليها زي ما انت شايف كده ايه حاجات الصوت. بتختار مثلا اللي انت عايز بتضيفه بتغير في الصوت زي ما انت عايز. عايز كذا عايز كذا عايز كذا. طبعا عايز اقول لك اوعى تستخدم السماعه انك تسمع اغاني، تسمع بيها دروس، تذاكر بيها، تشتغل بيها، انما لو تسمع بيها اغاني فانصحك بلاش. يعني دي نصيحه مني عشان ما تشيلناش ايه ذنبك، وبرضه عشان حرام يعني، قبل ما تشيلناش ذنبك عشان حرام. طبعا السماعه حلوه وجميله زي ما قلنا، بيبقى في هنا بتختار من هنا الصوت، وهنا بتختار من التحكم السماعه اليمين والسماعه الشمال، بتختار بقى الوضع اللي انت عايزه. هتخش بقى ودعبس براحتك وايه، وشوف اللي انت عايزه، شوف اليمين انت عايزه ايه، الشمال انت عايزه ايه. والسماعه على فكره بتربط باللابتوب وبتربط بالكمبيوتر لو في بلوتوث وكله تمام. السماعه بيبقى فيها لاج خفيف، لو عايزه يروح بتدوس هنا على طريقه اللعب ده بتفتحها، اللاج ده بيروح بقى. يعني لو انت بتتفرج على الفيديو هتلاقي الصوت ماشي مع الفيديو، مش هتلاقي فيه تاخير ولا لاج ولا اي حاجه. دليل البدء السريع. هيقعد طبعا يحمل لي ملف PDF مش عايزين. كويسه ولطيفه يعني، وصوتها معقول بالنسبه لسعرها. فالمهم دي كانت السماعه بتاعتنا اللي عليها الجيف اواي. ان شاء الله باذن الله الجيف اواي هيكون لو ما نوصل ل 1000 مشترك على الفيسبوك و1000 مشترك على اليوتيوب. لو وصلنا 1000 مشترك على الفيسبوك و1000 مشترك على اليوتيوب قبل نهايه شهر 8 الجاي، اللي هو احنا حالا في شهر 7 2024، قبل نهايه شهر 8 2024 لو وصلنا 1000 مشترك على الفيسبوك و1000 مشترك على اليوتيوب ان شاء الله هيبقى هنعمل جيف اواي على سماعتين اتنين. اما لو وصلنا ل 1000 مشترك بعد نهايه شهر 8 فهنعمل جيف اواي على سماعه واحده بس. فهمتكم معانا بقى عشان خاطر نوصل ل 1000 مشترك في اسرع وقت ممكن. المهم صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. طريقه السحب هتكون كالاتي: لو وصلنا 1000 مشترك قبل نهايه شهر 8 هنختار كومنت عشوائي من على اي فيديو من الفيديوهات اللي نزلت على القناه لغايه يوم السحب. هختار اي كومنت عشوائي. هنختار فايز من الفيسبوك وفايز من اليوتيوب، كل واحد فيهم سماعه. وزي ما قلنا هنختار كومنت من على اي فيديو عشوائي من الكومنتات اللي بتبقى على الفيديوهات اللي بتنزل على القناه. ازاي هتعرفوا بقى ازاي بالظبط؟ يوم السحب ان شاء الله مش هيبقى فيه غش وكل حاجه هتبقى لايف ان شاء الله. وزي ما قلنا هنختار كومنت من على اي فيديو عشوائي من الكومنتات اللي بتبقى على الفيديوهات اللي بتنزل على القناه. اما لو وصلنا 1000 مشترك بعد نهايه شهر 8 هنعمل الجيف اواي على سماعه واحده بس. هعمل قرعه قدامكم برضو ما بين الفيسبوك واليوتيوب، وهنختار برضو كومنت من على اي فيديو سواء كان على الفيسبوك او على اليوتيوب، هيبقى كومنت عشوائي ان شاء الله. وان شاء الله باذن الله اتواصل معاه وهتفق معاه نسلمه الهديه فين، وان شاء الله نبقى نعرفكم بالتفاصيل وايه اللي حصل، ونبقى نصوره برضو صوره او نصوره فيديو لو كان في امكانيه ان انا اقابله وكان
قريب مني واسلمه السماعه بنفسي. السماعه بسم الله ما شاء الله كويسه، انا نفسي بستخدمها في الدروس، انا بدي دروس تحفيظ قران اونلاين وشغاله معايا كويس بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك بقى لصاحب النصيب اللي هياخدها. وقبل ما نختم طبعا برضو مش هننسى فقره هل تعلم. كنا وصلنا في فقره هل تعلم واتكلمنا في اخر حلقه عن بعض الفوائد الاجتماعيه للصلاه التي تقوي علاقه العبد بربه. ومن اعظم ما يظهر فضل الصلاه واثرها على علاقه العبد بربه ان الله تعالى هو من امر العبد بالاستعانه بالصلاه في الامور التي يواجهها في الدنيا، فيخرج العبد نفسه من حوله وقوته الى حول الله تعالى وقوته، فيستعين بالله ويستذكر ويستشعر ان الحول والقوه بيد الله تعالى وحده، وانه لا حول ولا قوه له الا بالله، وانه لولا فضل الله عز وجل عليه واعانه الله عز وجل له ما استطاع ان يفعل اي شيء حتى العباده، لولا اعانه الله عز وجل له ما استطاع ان يفعل هذه العباده. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين. فاللي امرنا ان احنا نستعين بالصلاه هو الله عز وجل في كتابه العزيز، فكانت الصلاه بذلك سببا في اعانه العبد على الطاعه وعلى قضاء حاجاته وعلى جلب الرزق له ودفع همومه وكروبه. ده كان اللي عندنا النهارده فقره هل تعلم. ان شاء الله باذن الله في الحلقه الجايه هنكمل الفوائد الاجتماعيه للصلاه. ولو وصلت لحد هنا حابب اشكرك واقول لك جزاك الله خيرا. ما تنساش تدعي لوالدي بالرحمه والمغفره، وما ننساش ندعي لاخواتنا في ارض العزه والسودان وفي كل مكان يستضعف فيه المسلمين. ربنا عز وجل ينصرهم على اعداء الدين ويفرج كربهم ويوحد صفهم ويجمع كلمتهم ويسدد رميهم وينصرهم على اعداء الدين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صل على محمد، 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 صل على محمد.